ليه احتفال جمهور الترجي والفرحه اللي ريناها، وتشوف انت الجماهير اللي خرجت امبارح في الليل في ساعه متاخره لأن المباراه كانت كذلك في توقيت متاخر. هذا يدل على قيمه الحدث، على قيمه المباراه. علاش؟ لانه الحقيقه للامانه اللي سبق مباراه الاهلي كان فما برشا تخوف. مباراتي الاهلي ذهابا وايابا، لانه الموسم الافريقي نتاع الترجي العام هذا غير المواسم الماضيه. شفنا الترجي ينتظر لاخر جوله في المجموعه باش يتاكد من الترشح. شفنا الترجي عنده بعض الصعوبات الفنيه في المباريات الافريقيه. شفنا وانه الترجي الرياضي التونسي كذلك غير المدرب في فتره يعني وجيزه اللي ما خلتش الترجي يخدم في اريحيه كبيره. شفنا كذلك وانه بوميل نفسه لما جاء للترجي كان تقريبا الحديث كله متمركز على مباراه الاهلي، والناس كلها اون دو فوكاليزي على المسابقه الافريقيه، لانه الترجي وضعه مريح في البطوله، ما يعنيه فقط هي تشامبيونز ليج. هذه كلها الظروف، هذه كل بالاضافه كذلك المباراه الذهاب اللي 1-0 مع ما تبعها من شحن في الاعلام المصري وحديث عن التحكيم، وكذلك هو توعد في القنوات التلفزيون المصريه، وهذه حقيقه نقولها كذلك من الاعلاميين المصريين، وضغط من اجل اعاده الجماهير المباراه ورفع العقوبه المسلطه على الاهلي. استئناف في الكاف، يعني منذ ايام كذلك تم استئناف قرار الويكلو في محاوله لاعاده الجماهير للمدارج، انه يعرف في الاهلي المصري وانه مباراه كبيره كذلك يقدر قيمه الترجي. هذا كله خلى الناس البارح تفرح، خاصه ما تنساش وانه بالاداء، لانه سي با دونير وفي كل وقت تربح حتى الاهلي المصري ذهابا وايابا. ومرات قليله الاهلي المصري ينهزم في صدى القاهره، فريق القرن في مصر وفي افريقيا، وقيمه المنافس كأحد أفضل الأندية في أفريقيا، وضاف إلى ذلك هو المتوج الأكثر بالمسابقة، وديما كلاسيكو بين الترجي والأهلي، مباراة فيها رهان. جماهير الترجي من حقها باش تفرح، باش تفخر، لأنه الترجي فاز ذهابا وأكد في الإياب إلى كونفيرمي البارح في القاهرة، وكذلك بنتيجة ممتازة 3-2 بالانتصار. يضاف إلى ذلك وأنه الترجي الحقيقة، خلينا نقولوها، راك تحب الترجي ما تحبش الترجي، يلزمك تحترم وتقدر الانجاز اللي قاعد يقوم فيه الترجي، لانه اللي يعمل فيه الترجي بمثابه الاعجاز الكروي. 9 شهور التالي لعب كاس العالم للانديه، المره هذه الترجي التونسي ترشح للسيمي فاينل كالريداس نتاع الشامبيونز ليج. الترجي مش في افضل حالاته، اللي انت منذ اشهر قليله خرجت من الدور الاول في بطوله العرب، وخرجت من الدور الثاني في افريقيا، هذا على مستوى المنتخب الوطني. يعني الترجي في بطوله تعيسه بهذه الشاكله، في مشهد كروي ماهوش مطمئن، يغرد خارج السرب ويبقى يحمل يافطة كرة القدم التونسية ويدافع على انجازاتها على المستوى الدولي. كما قلت لك لازم واحد يكون كونسيكو مع روحه، هذا الفريق يستاهل كل الاحترام والتقدير. بقي وانه المباراة الفيزيونومية بتاع الماتش خاصة البارح، فما رجل كان موجود السادس في المرمى اللي هو بشير بن سعيد، اللي خلى فريقه في الطرح، لانه كانت تخرج في الشوط الاول 3-4 عادي جدا المباراة. شفنا وانه الاهلي المصري دخل بقوه كبيره، شفنا الترجي مطيح البلوك، شفنا الترجي راجع التالي، وشفنا ارتباك في محور الدفاع والاطراف. والحقيقه هذه تقال، فقد كان بشير بن سعيد يقظ وفايق في الوقت اللي يحتاجه فيه الفريق باش يخليه في المباراه، خليه. الشوط الثاني الملاعبيه كملوا المهمه الحقيقه، وانا نقول لك لي مومون فور نتاع الترجي الرياضي التونسي من 60 حتى ل 90، لانه الترجي الرياضي التونسي بعد ساعه لعب خرج الهجوم، وهو الى بروفوكي الاخطاء بتاع وسط بتاع محور الدفاع وسط الميدان. شفنا بن شرقي البارح اعطاه كره غالطه، شفنا ندونغ على ما اعتقد كذلك اعطاه كره غالطه. الترجي استغلها كما يجب، اللي قالوا الكابتن نرجعوا له ريفيرونس. الترجي استغل ارتباك الاهلي في الشوط الثاني، والاهلي لم يستغل ارتباك الترجي في الشوط الاول، ولم يحسن توظيف كل الفرص التي اتيحت. هنيئا للترجي الرياضي التونسي، ونتمنى له طبعا كل الحظ في الدومي فينال. سي كمال، انتصار للترجي